تكييف روح. اختار العود كلها طبعا. لا العود اوكي. سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي إن شاء الله يوصل سلامي، سلامي إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ما أريد أذكر أسامي، سلامي سلامي على اللي يستاهل دموعي، حزين وضحكته تعود برجوعي، سلامي على اللي يستاهل دموعي، حزين وضحكته تعود برجوعي، رجاء لا تذكرون أمامي، رجاء لا تذكروه أمامي، أخاف يطير قلبي من ضلوعي، سلامي سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرقته صعبة، بعيد وياكل ويشرب معانا، بعيد وياكل ويشرب معانا، عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه، سلام. شكرا جزيلا استاذ كاظم، واحنا بين فتره اخرى نرجع الى العود والى هذه الاغاني الجميله وهذه الدندنه الجميله مع المشاهدين. بديت استاذ كاظم في 87 88، يعني الان تكمل 10 سنوات تقريبا. نعم. حقيقه بديت وبدايه كانت موفقه، تربعت الان على القمه. يعني لو ذكر 10 مطربين أوائل أنا أتوقع أنت من ضمن الثلاث الأوائل تكون. في البداية قالوا كاظم الساهر مشروع لمطرب شعبي، ويمكن ظل هذا يلاحق كاظم الساهر لفترة طويلة. أثبت أنك مطرب شعبي، بالإضافة أنك تتربع وعندك مساحة صوت رائعة وأيضا تلوين في الأداء، وأثبت للجميع عكس هذا الكلام وظليت متربع على هذه القمة. نبي نذكر لو في سر معين، وانا على فكره قالوا مره كاظم الساهر هو كاظم الساحر. هو هذا الساحر في لبنان لقب نيال الاستاذ جورج ابراهيم الخوري، اي الاديب اللبناني. في مرأة في لبنان كان عندي حفلة، فتهسترت بالحفلة فقالت هذا مو ساحر، هذا ساحر، هذا يسحر لنا. تهسترت بالحفلة وظلت تصرخ من الجمهور. يا سلام. اي والله. انا بعدها كنت تسمع انت شفت المشهد ولا نقلوا لك اياه؟ لا كنت اشوفه امامي يعني. بعدين راحت كان حاضر هو استاذ جورج، قالت لا ابد هذا مو ساحر، هذا ساحر. هذا كيف كان شعورك استاذ كاظم بهالموقف هاي؟ يعني انه احساس بسعادة، انه احساسي من اوصل للناس بشكل جميل، احس بسعاده اذا انه انا كنت صادق، يعني انه انا عملت شيء خاطبت روحهم يعني، ووصلت الى وجدان هذا الشيء الحمد لله. يعني انه احكي لك عن مرات الالم من يصادفني من اكون في حفله لو ان شاء الله يكون فيها حوالي كان عندي مهرجان يمكن خلينا نقول 15,000 حاضر. نعم. اذا لمحت واحد ما مرتاح بالحفله انجن. يا سلام. لو كلهم دول معي يصفقون وهو ما مرتاح، اظل لازم تشوف انه في سبب، يعني في خلل. اظل لازم كل شويه ارجع له، شوف شنو اللون، شنو اللي ليش ما عجبته، يعني ليش ما وصلت له، ليش ما وصلت له. فابدي اظل اتعب فعلا، حاله تعبني هي. ومره سويتها في رجل عمره اكثر من 70 سنه وجالس امامي هالشكل. يا ربي اغني له موال متفاعل، اغني له اغنيه صعبه يسوي لي هالشكل، اغني له ما اعرف شنو.
يعني ما وصلت له؟ الساعة الأولى موتني على المسرح بصراحة، يعني يعني تهسترت الناس كلها صفقوا الناس وهو قاعد هالشكل مسوي لي. الساعة يمكن شوية كم دقيقة خليته يقوم من الحمد لله. قلت الحمد لله، قلت له دمرت أعصابي أنت دمرت أعصابي. قلت له بصراحة الحمد لله أنه هي حالة أنه الفنان عندما يتعمق بعمله ويحس انه مسألة رسالة ومسألة انه حتى يغني فقط او حتى يرقص الناس او حتى يكسب الاعجاب، هذا لا، هي من حالة وجدانية انسانية وقضية بنفس الوقت، وتوصلها بشكل صادق تتعمق بها. خلص بعد يجب ان تدرس كل اركانها، بحيث اي شيء بتفاصيلها الدقيقة، بحيث يجب ان توصل للناس بصدق، يجب ان توصل الكلمة، الناس تحاسبك بكرة تناقشك في صحيح. وخاصة زمننا جمهورنا الشباب خطر جدا على فكرة، خطر جدا. أنا جيت للساحة الفنية يقول لك الجمهور بما معناه يريد هالشكل. أبدا، الجمهور ذواق وذكي وكل كلمة يفسرها. يعني أنا عندي جمهور صغار يناقشوني بكلمات مفردات. نعم. مرات ينبهوني على جمل. ليش قلت هاي الجملة مثلا؟ شنو معنات هاي الجملة؟ خليتها بالوسط ويناقش بالكلام. يعني الجمهور ما الجمهور بسيط أبدا، هو أصلا ما كان بسيط، جمهور عربي معروف بسمية جدا. نعم. لكن اللي يعجبني إنه الشباب الصغار يناقشون بمستوى الكلام، يناقشون الفنان هذا الشعر شنو هذا السطر شنو معناه، وشنو ليش قلته وليش ما غيرت وليش، صاروا يناقشوك بالشعر. يعني حتى شباب صغار يناقشوني بالبحور الشعرية. والله العظيم بقصيدة أنت قلت حرف الجيم في أغنية، قلت مثلا دقيت باب الجار. هي من الحروف القمريه، المفروض اقول دقيت باب الجار، بس احنا بالشعبي احنا عندنا وارد نقول باب الجار. تمشي مع اللحن؟ لا مو على اللحن، هي ابدا هي مثلا اذا واحد يقول لك ذوره شعريه غلط، لان الحروف القمريه لازم تلفظ بالشكل الصح مثل ما هي خاصه اذا لغه فصحى. ما بين الجنه والنار مثلا. اوكي. نعم. بس هاي اغنيه شعبيه، انتبهت وحده من الجمهور قالت لا، قلت لها بس هاي اغنيه شعبيه. قلت لها مره ثانيه الفظ لك اياها بالشكل صح. اذا عاد الجمهور يتابعك بشكل دقيق. نعم. كاظم، يعني احنا يعني سعيدين ان في تجاوب كبير من المشاهدين والاتصال. على هذا الاساس تارك المجال دائما للجمهور، ومعنا وشيء حلو ان تتواصل معنا الشاعره العمانيه المعروفة سعيدة بنت خاطر الفارسي، متابعة لسهرتنا، وشاعرة سعيدة معروفة أيضا بكتاباتها الجميلة في القصائد الوطنية والقصائد العاطفية، ومجموعة من الفنانين غنوا لها، وإن شاء الله يكون تعاون ثنائي بينك وبين كاظم. أخت سعيدة، مساء الخير. خالد مساء الخير، وإن شاء الله تكونين سعيدة دائما. أشكرك، كل عام وأنتم طيبين. كل عام وأنت بخير، الله يسلمك. أشكركم خالد على برنامجكم الجميل أمسيات. الله يسلمك. وتواصلكم الرائع مع الجماهير في عمان وفي خارجها. الله يخليك. ويا ريت تسمح لي أتفضل يعني بالسؤال للفنان الشامل المبدع كاظم الساهر. تفضلي، الله يسلمك. الله يخليك. عام وانت بخير. الأستاذ كاظم الساهر، مساء الخير. مساء الورد عليكم. أهلا ومرحبا بك في بلدنا وبلدك عمان، وعشاق فنك المتميز في شوق للالتقاء بك. تسلمي. أنا حقيقة أعتبر كاظم الساهر موجة جديدة ترفد مسيرة الأغنية العراقية بكثير من الإبداع والتجديد، وتذكرني حقيقة مسيرتك بموجة عظيمة ورائعة غيرت مسيرة الأغنية العراقية في نظري، متمثلة في المطرب العراقي الأصيل ناظم الغزالي رحمه الله. سؤالي، من الملاحظ أن كاظم الساهر اتجه إلى تلحين بعض أغانيه أو معظم أغانيه، وأحيانا إلى كتابة الكلمة لأغانيه. ما رأيك في التنوع، يعني لما أيهما أجدى للمطرب أو للأغنية؟ هل المطرب إذا لحن لنفسه وإذا كتب الكلمات بيكون أكثر التصاق بها وأكثر إحساس فيها، أم إن يعني التعاون المشترك بين كذا مطرب يسري العمل الفني؟ نعم. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني، أي الفنانين أو أي كتاب الأغنية وأي الملحنين كاظم الساهر يفضل أن يتعاون معهم ويكون فريق عمل فني متآلف يعني وجيد؟ نعم. شكرا لك. شكرا سعيدة، شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله.
هي سعادة انه انا ان تساهم شاعر من هذا البلد الجميل، وشكرا انه هذا اكيد اهتمام. ولو اجاوبك على السؤال الثاني ابدا به، لان انت تعرفين انه انا ما اتعامل مع ملحنين فقط، مع نفسي، يعني انه اعمالي كلها من بدايتي لحد الان. ومعروف عني انه اول لحن لحنته كان اول اغنيه عملتها كان عمري يمكن 12 سنه، كانت قصيده قمت بتلحينها. ولحد الان كل ما ازور بلد انه اقول اتمنى يسمعني شاعرها، حتى نسيت اسمه من مجله خذيتها. نعم. طيب كيف بديت بالشيء الصعب استاذ كاظم بدايه تلحين؟ يعني هو جواب على سؤالها انه هي موهبه يعطيها سبحانه وتعالى للبشر. يعني مثلا كثير من الموسيقيين العظام مثلا ما يقدر يعمل لك مقدمه او ما يقدر يلحن لك اغنيه، وكثير من مدرسي اللغه العربيه ما يقدر يكتب لك بيت شعر. صحيح. لكن تشوف كثير من، انا اذكر لك شعراء ما عندهم حتى عندهم يمكن شهاده ابتدائيه فقط، لكن شوفوا الشعراء عندهم مشوارهم الطويل وقدموا باعمال قمه. من تجي تحللها تجد فيها من البلاغه. التلحين موهبه. انا عندما سبحانه وتعالى اعطاني موهبه التلحين، انا كنت في البدايه اصلا كنت طفل عندما دخلت ولحنت عملت اغنيه لمطرب كبير عندنا في العراق. حتى من دخلت رئيس الفرقه الموسيقيه يعني سخر مني في البدايه، قال وين الملحن؟ قلت له انا يعني ما كنت عاجبه اصلا، قعدت قباله قلت له تفضل. قال من كتب النوطه؟ قلت له انا كتبت. قال لي من وزعها؟ قلت له انا وزعتها. استغرب وانت بهالعمر يعني. فدخلت انه انا دخلت مجال الفني ملحن وبآلتي يعني ودرست اكاديميا. يعني ما التلحين ما يكون موهبه فقط، لا الحمد لله انه درست اكاديميه. فموهبه التلحين مع صوت، الله اعطانا صوت يعني عن طريق جمهوري، والحمد لله تشوفون اعمالي انتم كلها اللي قدمتها، وكل هذا التواصل مع الجمهور هو كله من تعبي ومن مثابرتي. اجد سعاده عندما انا اعمل جملتي الموسيقيه، اجد متعه كبيره، احس انه هاي ثمره تعبي. اكيد. ما احب انه اجلس في بيتي واتصل في ملحن او اتصل في شاعر جهز لي اغنيه واجي للاستوديو احط الهيدفون واغني. لا والله بصراحه ما يعجبني. انا يعجبني احترق بالعمل تمام، يعني فعلا احترق بالعمل. من اتعامل مع شاعر اكون على تواصل معه، واتعامل مع شعراء كثيرين. انا صح، وانا كتبت اول قصيده كان عمري 13 سنه، كتبت قصيده وخاطره شعريه يعني. وكنت اكتب رسائل عشاق، معروف جمهوري يعرفني يعني. كنت اكتب رسائل غراميه لاصدقاء اخواني الكبار وانا طفل. يعني موهبه. ودرست ايضا، كملت مشواري الادبي يعني انه بحيث جمعت بين الاثنين. والشعر اكتبه مرات عندما اخذ اجازه من فني. عندما كهوايه اخرى. هذه هوايه اخرى. إيه؟ يعني انا بالنسبه لي الشعر ابدا ما ياخذني من عودي، من اتعب من عودي واحس نفسي محتاج اجازه ارحل مع اوراقي. وهو مكمل للموضوع اللي تبادلنا يعني. وبالعكس ثقافه للمطرب يعني. أكيد. عندما واحد يتعمق بالشعر ثقافه للذوق. نعم. والحديث اقلها الحديث اللغه تكون غير شكل. نعم. ورومانسيه. نعم. يعطيك اكثر الشعر. نعم. فاكيد هذه كلها ثقافه للمطرب. المطرب مو بس عنده صوت حلو خلص يغني. نعم. اما الشعر لا، انا اتعامل مع شعراء واتمنى انتظر الكثير من الشعراء ان يبعثوا لي وانا اجلس معاهم، وسعاده الي ان اجلس معك. نعم. يا اخت سعيده. انا يمكن هذه دعوه. نجلس، واذا عندك نص نجلس، بس اتحمليني يعني. انا الشاعر يتحملني يعني مع احترامي نفسي انه مرات يعني انه مزعج بشكل يعني قلق كل شويه غير يا كريم العراقي مسكين طبعا عايش معي الم. غير يا كريم السطر، لا هذا سطر اجمل، لازم هذا السطر يكون كذا. ونقعد نتناقش بالاغنيه مرات شهر مرات شهرين مرات يعني طق روحها. مرات اقول له الله، يقول لي لا احلف ووقع. رغم هذه وقع انه وافقت، وكل هذا لصالح العمل يعني. رغم هذه المعاناه والمعاناه الكبيره وحاله المخاض اللي يعيشها الفنان، لكن هذه النتيجه واضحه. يعني الجمهور هو لصالح الجمهور. اكيد. اما يعني انه واحد يلحن والله لان ما يلقى لحن، لا غلط. نعم. اذا الله ما اعطاك موهبه تلحين لا ما. احنا مع الشعر ومع الالحان ومع كاظم الساحر. والعود موجود معنا، وزيديني عشقا واخر ابداعات كاظم الساحر. نسمعها كليب ولا والله كليب